2018 وتحديدا يوم 19 يونيو تاني يوم العيد. وفي نفس الوقت كانت مباراة مصر وروسيا في كأس العالم، والمكان عبارة عن قهوة شعبية في منطقة بولاق الدكرور. الناس متجمعة وقاعدة بتتفرج على الماتش، ومن ضمن الناس دي الأستاذ صلاح اللي قاعد وسط أصحابه بيتفرج على الماتش وبيتفاعل معاه. وخلال المباراة يجيله تليفون من أخت مراته، ولما يرد تسمع الدوشة بتاعت القهوة والماتش. وساعتها كانت بتسأل عن أختها اللي بتكلمها بقالها أكتر من ساعتين وما بتردش. وصلاح يطمنها إنها أكيد مش سامعة التليفون، وإنه بس هيقعد يخلص الماتش، ولما يخلص هيطلع على البيت ويخليها تكلمها علشان تطمن عليها. والمسافة بين القهوة والبيت قريبة جدا، وعلاقة صلاح بأهالي المنطقة علاقة عشرة وأصحاب كانوا عارفينه كويس من أكتر من 14 سنة. ودي الفترة الزمنية اللي عاشها صلاح في شقة بولاق الدكرور من ساعة ما اتجوز من 14 سنة. واليوم ده كانت نهاية الخطة السينمائية اللي عملها صلاح. وبعد ما تخلص المباراة، واللي بالمناسبة مصر خسرت فيها من روسيا، صلاح يطلع على الشقة بتاعته، وأول ما يوصل يخبط على الجرس. والطبيعي إن بناته هم اللي بيفتحوا له، بس مفيش أي حد فتح الباب ومفيش أي صوت جوه. بيحط إيده على باب الشقة يلاقيه مفتوح، فيدخل جوه يلاقي الدنيا هادية خالص، مفيش أي أثر لوجود مراته أو بناته الاتنين. ولما يقرب منهم يلاقيهم ميتين، أو بمعنى أصح مقتولين. صلاح يصرخ بصوت عالي والجيران تتلم على المنظر الغريب ده. مراته وبناته الاتنين مقتولين، الدولاب اللي في أوضة النوم بتاعتهم مفتوح. والجيران في الوقت ده مش مصدقين إن الناس الطيبين اللي في حالهم واللي ملهمش أي صوت أو خلافات مع حد يحصل فيهم كده. وكمان تاني يوم العيد، إيه المصيبة دي؟ وتبدأ أحداث القصة اللي بطلها صلاح ابن الفنان المرسي أبو العباس، الفنان اللي ساب تاريخ فني محترم. بس قبل ما نكمل باقي القصة، ضروري نعرف مين صلاح ومين هبة مراته، وتعرفوا على بعض إزاي. وعلشان كده ضروري نرجع 18 سنة لورا، تحديداً في كلية الآثار. صلاح طالب في الفرقة الثالثة في كلية الآثار جامعة القاهرة، وفي نفس الوقت يتعرف على هبة اللي بتدرس في الفرقة الأولى، واللي أعجب بيها من أول لحظة شافها. وفضلوا على علاقة عاطفية ببعض لحد ما اتخرج صلاح وقرر يتقدم لها. بس أهل هبة أول ما شافوه ما حسوش معاه بارتياح، وكان عندهم تحفظات على شخصيته، برغم إنه يبان عكس كده خالص. بس واضح إن أهل هبة كان عندهم حق في كل حاجة كانوا حاسين بيها، إنه إنسان مش طبيعي، وكان بيحاول طول الوقت يظهر بشخصية مش حقيقية، شخصية طول الوقت جواها تمثيل، بيحاول يظهر حاجة وفي الحقيقة في حاجة تانية خالص موجودة. وكانوا رافضين جوازهم تماما. بس صلاح ألح عليهم كتير، لدرجة إن اتقدم لها 3 مرات، وفي المرة الرابعة وافقوا عليه. وده بسبب إصرار هبة وإلحاحه إنه يتجوزها. وصلاح يوعد أهل هبة إنه هيعمل كل حاجة علشان يسعدها، وفعلا يتجوزوا في الشقة اللي موجودة ببولاق الدكرور. ووالد الفنان المرسي أبو العباس كان سايب له ورث كبير ليه ولعيلته علشان يأمن مستقبله. والمشكلة إن صلاح طول الوقت كان رافض عيشته، ومش راضي بالرزق اللي ربنا كاتبه له، دايما باصص لغيره، برغم إن هبة كانت عكسه تماما. وفضلت الحياة بينهم كويسة جدا لمدة 14 سنة. وخلال فترة 14 سنة دول خلفوا بنتين. وفي نفس الوقت كل الخلافات اللي بينهم خلافات عادية موجودة في كل البيوت. بس الحقيقة هبة كانت بتداري عنه كتير، وأولادهم كانوا دايما من الأوائل، وكانوا بيتشرفوا بيهم قدام العيلة طول مدة الجواز. صلاح عمره ما عمل حاجة زيادة أو مجهود علشان يحسن من وضعه المالي. كل ما يحتاج فلوس أول حاجة يفكر فيها يبيع أي حاجة من الورث بتاع والده، ومكتفي بكده. ومع ذلك كان رافض برضه الوضع ده، شخصية سلبية وما عندوش أي طموح، وكان دايما بيحاول يمثل دور الأب المثالي، واللي في الحقيقة عمره ما كان كده. بس هبة علشان ست أصيلة، فكانت دايما بتأكد على الفكرة دي قدام بناته علشان دايما يفضلوا شايفين إن أبوهم شخص مثالي. وكان طول الوقت يحاسس مراته إنها السبب في أي مشكلة، وإنها ضغط عليه في المصاريف، وشايف إن أغلب الحاجات اللي بيعملوها ملهاش لازمة، مع إن الكل بيشهد بتصرفات مراته وتربية بناته الاتنين. بس صلاح زي ما قلنا رفض الوضع اللي عايشه، دايما بيدور على حاجة تنقله الوضع مادي أحسن من غير أي مجهود. وعلشان كده كان كل ما بيبيع حاجة من الورث بتاعه يدخل في أي مشروع وهو مش فاهم فيه حاجة، فطبيعي إنه بيخسر.
ويرجع يندب حظه من أول وجديد، لحد ما في يوم يقابل واحد صاحبه، واليوم ده يغير له كل حاجة. وصاحبه ده ما كانش شافه من فترة طويلة، ولقاه إنه لابس لبس غالي جدا، وفي نفس الوقت باين عليها الثراء الغير طبيعي، ومعاه عربية آخر موديل، وساكن في فيلا حلوة جدا، بعد ما كان قاعد في شقة إيجار صغيرة. ولما سأله عن سبب تغيير حاله، قال له إن بيستثمر فلوسه وبيضارب في البورصة، وأقنعه إن المكسب فيها ممكن يحوله لمليونير في دقايق. ومن وقتها بقى هو ده اللي بيفكر فيه صلاح، كل اللي شاغل دماغه إزاي هيضارب بفلوسه في البورصة. فيقرر إنه يبيع آخر حاجة من ورث أبوه، وهي شقة كبيرة، وكانت عبارة عن استثمار بيدخله إيجار شهري بيساعده في المصاريف، وقال إن بفلوسها هيضارب بيها في البورصة. ولما قال لهبة مراته على الفكرة دي في البداية اعترضت جدا، بس كانت عارفة إن صلاح ده طماع، وإنه هيعمل اللي بيفكر فيه طالما عارف إنه هيحط فلوس وفي لحظة يصبح مليونير. قررت تقف جنبه زي ما عملت على مدار 14 سنة. ووافق في الآخر، بس أكد عليه إنه ما ينساش إن دي آخر حاجة يمتلكها، ويا ريت يحافظ على الفلوس علشان خاطر بناته الاتنين. وفعلا صلاح يعرض الشقة للبيع، وبعد كام يوم يجيله فيها 450 ألف جنيه، وساعتها يقرر إنه يبيعها ويحط كل الفلوس في البورصة، ومستني كام يوم علشان يكسب ملايين من ورا الرقم ده. لكن للأسف خلال أيام بيخسر المبلغ كله. من لحظتها اتعرض لصدمة إنه خسر كل حاجة، وإن دي آخر حاجة موجودة عنده ممكن تدخله فلوس. ووقتها صلاح يقرر إنه ما يجيبش سيرة لأي حد، وإنه يفضل ساكت لحد ما يشوف هيتصرف إزاي. وزي كل مرة صلاح بيتعرض فيها الموقف، بدل ما يفكر يعمل إيه ويتصرف إزاي، كل اللي يفكر فيه إنه يعمل خطة سينمائية، وهي إن وقت ماتش مصر وروسيا في بطولة كأس العالم يبدأ التنفيذ. تخيل شخص قاعد وسط مراته وبناته الاتنين، كل اللي قاعد فيه إنه هينفذ فيهم جريمة خلال كام يوم، لحد ما نوصل ليوم المباراة ونكمل باقي أحداث الجريمة. بعد ما صلاح يطلع الشقة ويلاقي مراته وبناته مقتولين والجيران تتلم، يكلموا رجال الأمن في منطقة بولاق الدكرور، والبلاغ كان جريمة قتل وسرقة مبلغ مالي من الدولاب في غرفة النوم، وده لأن الدولاب كان مفتوح. بيوصل رجال الأمن ومعاهم فريق من المعمل الجنائي، ويسألوه عن إيه اللي حصل بالظبط، ويحكي لهم إنه كان تحت على القهوة بيتفرج على ماتش كأس العالم، ولما روح بيته لقى باب الشقة مفتوح. دخل لقى مراته وبناته جنب سرايرهم ما بيردوش، وساعتها عرف إنهم ميتين، وبص على الدولاب لقاه مفتوح، ولقى إن المبلغ اللي كان شايله اللي هو 450 ألف مقابل إنه باع الشقة بتاعته مش موجود. وفي نفس الوقت يدي الرجال الأمن عقد بيع الشقة، وقال لرجال الأمن إن أكيد حد عارف إنه لسه بايع الشقة ومعاه المبلغ ده، وعلشان كده استغل وقت المباراة وطلع على الشقة وقتلهم وسرق الفلوس. يبدأ رجال المعمل الجنائي في فحص مسرح الجريمة وجمع كل المعلومات من الجيران ومن الأهالي، والمعاينة المبدئية للجثث بتقول إن سبب الوفاة هو الخنق، وتم استخدام شيء يشبه الحبل أو السلك، وإن في كدمات وآثار مقاومة على جسم الثلاثة، ويتم نقل الجسامين الثلاثة على الطب الشرعي لتحديد زمن وسبب الوفاة. وفي نفس الوقت رجال المعمل الجنائي بتكمل فحص مسرح الجريمة، وده علشان يرسموا سيناريو محتمل للجريمة سواء في التنفيذ أو في التوقيت، مع العلم إن بلاء الدكرور منطقة شعبية وزحمة. مين اللي عنده جراءة يعمل كده في الوقت ده؟ وفي نفس الوقت مين اللي عارف إن الدولاب موجود فيه 450 ألف في الوقت ده؟ تم استدعاء النيابة للزوج والأهل المجني عليها علشان يستمعوا لأقوالهم، وهل شاكين في حد ولا لأ. وصلاح كان بيأدي الدور بتاعه كويس جدا، كل اللي ظاهر عليه الانهيار، وإنه مش مصدق اللي حصل، وكل اللي بيقوله لرجال الأمن إنه يا ريته ما نزل من البيت علشان يتفرج على الماتش في القهوة. ويكمل رجال الأمن التحقيقات مع الأهالي وجمع كل المعلومات من الجيران اللي في العمارة، واللي بيقولوا إن العيلة بشكل عام هاديين وعمرهم ما سمعوا منهم أي مشاكل، وإن الست اللي هي هبة طول عمرها في حالها وملهاش أي علاقات بحد. والناس اللي كانوا على القهوة أكدوا لرجال الأمن إن صلاح كان قاعد بشكل طبيعي بيتفرج على الماتش، وإنه بيتفاعل جدا وكان زعلان إن مصر خسرت الماتش ده. وفي الوقت ده يطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيكشف عن مفاجأة غير متوقعة تماما، وهي وجود بقايا جلدية في ضوافر هبة، وده بسبب مقاومتها. والتفصيلة دي مهمة جدا، والأهم كمان إن هبة وأولادها اتقتلوا قبل 5 ساعات من البلاغ. فتطلب النيابة من صلاح وأهله وأهل هبة يعملوا تحليل علشان يعرفوا البقايا الجلدية دي ترجع لمين، لأنه في نفس الوقت
فريق البحث الجنائي بيكتشف إن مفيش أي آثار اقتحام موجودة في الشقة، وإن باب الشقة مفتوح بشكل عادي. معنى كده إن القاتل حد يعرفهم كويس جدا، ومعاه مفتاح الشقة أو معاه نسخة من المفتاح. وكمان يكتشف رجال المعمل الجنائي إن في علبة دهب موجودة في نفس الدولاب اللي اتسرقت منه الفلوس. فإزاي القاتل هياخد 450 ألف ويسيب علبة مجوهرات؟ وفي نفس الوقت فريق من رجال الأمن بتفحص كاميرات المراقبة اللي موضحة الشارع ومدخل العمارة اللي عايشين فيها. بس رجال المباحث بتلاحظ إن صلاح نزل قبل ميعاد ماتش مصر وروسيا بوقت قليل، والطب الشرعي أكد إن الوفاة حصلت قبل البلاغ بحوالي 5 ساعات، ومدة المباراة 90 دقيقة. إزاي صلاح نزل وهم عايشين؟ أكيد السيناريو كده بيتغير. الشكوك كلها بقت حوالين صلاح، لأن طريقته صحيح مقنعة جدا وكل اللي حصل يعتبر في صالحه، بس كل الأدلة بتقول إن في حاجة مش طبيعية. فيتم استدعائه كحاجة روتينية من غير ما يحسسوه إن في أي حاجة. وأول ما يجي تواجهه النيابة بفيديو كاميرات المراقبة وتقرير الطب الشرعي اللي بيقول إن بقايا الجلد اللي كانت في ضوافر هبة طلعت بتاعة صلاح، ويطلبوا منه إنه يفك الجاكيت علشان يشوفوا آثار خرباشة واضح إنها جديدة، وده المكان اللي خربشته فيه هبة وهي بتموت. وساعتها صلاح عرف إن الخطة بتاعته اتكشفت خلاص. صلاح بعد ما خسر كل فلوسه في البورصة قرر إنه ما يقولش لمراته على المصيبة اللي هو عملها، وساعتها بدأ ما يفكر يحل الموضوع إزاي أو إنه يعوض الخسارة دي بأي طريقة خالص. كل اللي فكر فيه حاجة تانية. قرر إن هو يتخلص من مراته ومن بناته، وحط الخطة واختار ميعاد الماتش علشان تبقى خطة سينمائية على حسب تفكيره. وقبل الماتش بكام ساعة قرر التنفيذ. وقتها كان بناته نايمين في أوضهم عادي، ومراته كانت بتصلي المغرب وقاعدة على سجادة الصلاة في أوضتها. وصلاح يدخل يسحب سلك التليفون الأرضي ويجي من وراها ويلفه على رقبتها، وهبة تحاول تقاومه وهي مش عارفة هو صلاح بيعمل إيه، لكن يفضل يشد السلك بقوة على رقبتها لحد ما تموت. وبعدها يشيل جثتها ويحطها على سريره، وبعدها ياخد نفس السلك ويخش أوضة بناته وهم نايمين ويخنقهم. بس بنته حبيبة بتشوفه وهو بيقتل أختها، فبتجري على أوضة مامتها علشان تستنجد بيها، فبتلاقيها ميتة، وتلاقي صلاح والدها جاي من وراها ويخنقها لحد ما تموت. وبعدها يشيلها ويحطها على سريرها ويخش يلبس ويتشيك في أوضة نومه، وهبة ميتة جوه ولا فارق معاها. وفي الوقت ده تليفون هبة بيرن، فبيبص يلاقيها أختها عمالة تكلمها، فلما ما يردش عليها تتصل على تليفونه، فيقرر إنه ما يردش هو كمان ويسرع بسرعة في اللبس علشان ينزل ويرد عليها، وهو قاعد على القهوة علشان تسمع أصوات الناس وتعرف وتتأكد إنه كان موجود ساعتها بيتفرج على الماتش. ولما يوصل على القهوة يقعد عادي لحد ما أخت مراته بترن عليه تاني، فيرد عليها وسط الدوشة ويقول لها إنه بره وما يعرفش هبة بتعمل إيه، وإنه أكيد شكلها نايمة، وإنه لما يخلص هيطلع علشان يطمن عليها ويقضي سهرته على القهوة مع أصحابه ويخلص الماتش، وبعدها هيطلع على البيت. وهو داخل يعمل نفسه مصدوم ويخرج ويصرخ ويلم الناس ويقول لهم إن مراته وعياله مقتولين وإنهم اتسرقوا. وبعدها بيبلغوا الشرطة، وفي اعترافات صلاح قدام النيابة حاول يبرر إن اللي عمله ده بسبب إنه خسر فلوسه في البورصة، وإنه كان خايف على مراته وبناته من الفقر اللي هيعيشوه، وإنه فكر إنه بعد ما يتخلص منهم يموت نفسه هو كمان. بس للأسف ما عرفش يعمل كده في نفسه، إنسان مش طبيعي. وكمان بيقول إنه كان بيتعالج نفسيا من 6 سنين من مرض نفسي، وهو ده اللي أثر عليه وخلاه يعمل كده. فبيتم تحويل لمستشفى الأمراض النفسية للكشف عن قواه العقلية، والتقرير بيثبت إنه بكامل قواه العقلية. وبعد التحقيقات وجلسات المحاكمات بيتم في شهر مارس من سنة 2022 الحكم على صلاح بالإعدام،